عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة على عالمي ليناز وورلد. وأكيد كالعادة قبل ما نبدأ في موضوعنا ما تنساوش لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. موضوعنا لليوم يشمل العالم الكل. تنجموا تبارتاجيو الفيديو هذا مع اللي تحبوا، كسوا أصحابكم، كسوا تنجموا تبارتاجيوه على أي مواقع تواصل اجتماعي، خاطر الموضوع متاعنا اليوم مهم برشا ولازم الناس الكل نفهموا أسطول الصمود. وكما نعرفوا الناس الكل اللي هو طلع الخميس 4 سبتمبر من تونس باتجاه غزة، وأكيد ما طلعوش كان من تونس، طلعوا من برشا دول أخرين كما 31 أوت، طلعوا من إسبانيا، وشفنا زادا كيفاش طلعوا من ميناء إيطاليا وبرشا دول أخرى طلعوا منهم أسطول الصمود. 44 دولة وكلهم باتجاه غزة، وحسب التقريب انه فما 70 سفينة خرجت والسفن الكل مليانة كلها بالعباد اللي باش يساعدوا كما طب فراملية ومن ذلك القبيل، ومليانة زادة بالمساعدات واللي احنا كما قلت لكم جايين رانا باش نقدموهم لنا باش نعملوا حد شيء. بالنسبة للناس اللي شاركت في أسطول الصمود الكل، اكيد هما ناس ما شاء الله عليهم قوية وناس شجاعة انها اتخذت الخطوة هذه في حياتها. حبيت نقول انه راهم الناس هذم الكل ماشيين كما قلت لكم جوست باش يقدموا المساعدات، يقدموا الماكلة باش العباد تاكل، باش العباد تلقى ما تاكل، باش نقصوا على حملة التجويع هذه، على خاطر العباد قاعدة تموت بالجوع، العباد ولا تاكل في التراب، حاجة تو ما عادش تسكت عليها. اطفال غزة كلهم، مش اطفال برك، بنساهم بكبارهم برجالاتهم كلهم عاملين لهم حول التجويع انهم ما همش يذوقوا فيهم حتى طرف خبز بايت ماهوش موجود، الماء ما همش لاقينه. فاحنا رانا جوست جايين باش نقصوا على حملة التجويع اللي عملتوها لهم هذه. احنا تو ماناش عارفين اسكو العباد اللي مشات هيك الكل باش تنجم توصل، اسكو العباد هيك الكل اللي مشات بنية طيبة انها باش تقدم المساعدات، كي وفرضا انها وصلت المساعدات وقدموهم، ما همش باش يشدوها من بعد. فما برشا فرضيات في الموضوع هذا. اول حاجه نحب نقولها انه احنا ندعيو لهم انهم باش يمشوا سالمين ويروحوا سالمين، يعني يعطوا المساعدات ويقدموا كل شيء ومن غير لا يحجزوهم الاخرين لا يعملوا حتى شيء. اما هما لا، اكل ما يتسماوش قالك ابدا دن ويستحلحل وهدوا انهم باش يضربوا. مانيش نحكي على اللي خرجوا من تونس كهو، نحكي على اللي خرجوا من البلدان الاخرى زاده، على خاطر ما فماش كان تونس خرجت. اما يكلي ما يتسماوش حبيت نقول لكم انه نجيوكم من البر توقفونا، نجيوكم من البحر كان باش توقفونا زاد وقفونا ميسالش، اما رانا باش يجي نهار نطلعوا لكم حتى من تحت الارض، رانا باش نطلعوا لكم منين تحبوا باش نجيوكم. فاش قاعدين تعملوا؟ قاعدين السفينة قاعدة تمشي وانتم قاعدين تراقبوا فيها الوحدة والا باش تضربوا عليها؟ يراقبوا وعملوا، وراكم في الاخر ما يئوس منكم، راكم تعملوا حملة تجويع، تعملوا اللي تحبوا في الاخر باش يجي نهار وغزة وفلسطين باش تتحرر. تعملوا اللي تعملوا انتوما كي سمعتوا بالقافلة جاية هبلتوا متخبين ورا الحيوط، هبلتوا في مخاخكم. وكي نجي نشوفوا احنا انتوما يا اخي مش مشيتوا لامريكا وامريكا طردتكم، مش مشيتوا لألمانيا وعملوا فيكم اللي ما يتعملش. دونك في اخر المطاف احنا مناش خايفين منكم، وكي تعملوا اللي تعملوا وكي ترجعونا 20,000 مليار مليون مرة باش نطلعوا لكم 20,000 مليار مليون مرة اخرين، ومناش باش نسكتوا. والا ما غزة شي جاها نهار، فلسطين شي جاها نهار وباش تتحرر وانتم باش تخرجوا منها ذلال، باش تخرجوا منها كيما رجعتوا منها، ووقتها باش تشوفوا الخوف على اصوله. ومناش ساكتين
وديما باش تلقاونا في الواجهه، ومناش نخليكم تتنفسوا، وانتم اقعدوا برك خايفين منهم جايكم، هذاك علاش تضربوهم باش تضربوهم بالصواريخ، وهم ما همش خايفين منكم راهو وماشيين. نتضامن مع اهلنا في فلسطين، فاللهم اجعل لاهلنا في فلسطين النصر والعزه والغلبه والقوه والهيبه. اللهم انا نستودعك فلسطين واهلها. فلسطين والله معاكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. هكا يكونوا في الفيديو متاعنا. ما تنساوش تعملوا لايك، اشتراك، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واكيد فري بالستاين، وغزة حرة، وفلسطين حرة.